نعم نعم عثمان نعم أنا أشكرك. الصوت يقطع كثيرا يعني وغير واضح، ولكن يعني الصورة وضحت حيث أنت يعني. نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى أيضا لهذه الطفلة أن تكون سالمة بإذن الله. وموقف والدتها بالتأكيد يعني لا أحد يعني يشجعه يعني التفرج والمشاهدة في هذه اللحظات العصيبة. يعني يصاب البعض بالخوف والهلع وهي تتفرج مع ابنتها وما أدى إلى سقوطها بالتأكيد. يعني هذا يعني لا يحب أحد ولا يفضله ولا يشجع عليه، بالعكس يعني كان موقفا سلبيا جدا يعني من هذه الأم. على أي حال نتمنى السلامة لابنتها، ولكن هذا موقف يعني عابر ذكره زميلنا عثمان من خلال مشاهداته حيث يتواجد الآن في إحدى الطرق المتجهة شمال منطقة الرياض. أيضا ما زالت هذه التغطية مستمرة من خلال هذه النشرة. من موقع آخر أيضا ينضم إلينا الزميل ناصر حفتر وهو متواجد يبدو لي أيضا في أحد شوارع الرياض. أهلا بك ناصر، أين أنت تحديدا وما هي الصورة لديك؟ شكرا عبد الله، شكرا لجميع الزملاء الذين يتواجدون في مواقع متفرقة من الرياض. قبل قليل كنت في غرفة العمليات الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة الرياض، وهي تقع على طريق الملك فهد. هذه الغرفة تعج بالاتصالات. أغلب الاتصالات التي وردت خلال تواجدي في هذه الغرفة هي الاحتجازات داخل بعض الكباري، واحتجازات في بعض الأحياء التي ربما لأعمال الصيانة ولأعمال بعض المشروعات دور كبير في هذه الاحتجازات. لم تسجل خلال وجودي في غرفة العمليات أي حالات لوفيات، إنما احتجازات ويهرع إليها رجال الدفاع المدني مباشرة لتقديم الخدمة والعون. ما لاحظت كذلك في هذه الغرفة التي كذلك يوجد بالقرب منها غرفة العمليات الطارئة أو العاجلة، وهي لمثل هذه الأحداث الطارئة، وهي مكونة ومشكلة من جميع الجهات الحكومية. جميع القطاعات الأهلية والعسكرية تتواجد في هذه الغرفة. طبيعة عمل من يتواجد في هذه الغرفة هو لتمرير المعلومات والبلاغات وللاستعجال وسرعة عمل اللازم، خصوصا في بعض الأحياء وبعض المواقع التي تتركز فيها الأمطار وكذلك مجاري السيول. نتحدث كذلك بأن كان لي حديث قبل قليل مع المتحدث الرسمي للأرصاد الجوية حسين القحطاني، قال لي بأن الأرصاد الجوية رفعت الحالة الحمراء، وهي أعلى وأقصى حالة ممكن أن ترفعها الأرصاد الجوية في مثل هذه الأجواء. تحدث بأن الأمطار لن تقف بطبيعة الحال وبمشيئة الله، هي مستمرة لن تتوقف هذا المساء، وهي ذاهبة هناك إلى الشرقية، تتوقف في الشرقية. إذا أكثر وأغلب الأحياء التي تأثرت هل هي بنفس القوة مصحوبة بعاصفة كهذه بزخات من المطر كما قال لك؟ نعم، تحدث حسين القحطاني بأن الرعود والصواعق وكذلك الهواء البارد والأتربة المثارة ستستمر في قوتها. تحدث بأن الأرصاد الجوية كانت تحذر منذ أمس بأن هنالك حالة تكون كما كانت على هذا اليوم. دعني أعود بالمشهد قليلا عبد الله إلى الخلف. في الساعة 2:30 من ظهر هذا اليوم كانت مواقع العليا وجميع الأحياء المجاورة إليها مواقع ساكنة، وكان البرد بكثافة يحصل هناك، وخاصة على أحياء النفل والأحياء المجاورة لها والصحافة وكل الأحياء التي تقع في الشمال. تركزت بداية هذه الأمطار وهذه العواصف من أحياء النفل وجاءت إلى جنوب الرياض. البرد كذلك كان له دور كبير في يعني تأثر بعض المركبات خاصة في أحياء النفل ومجاورها، وكذلك الأطباق الفضائية. ربما أن أغلب أهالي تلك الأحياء لا يشاهدوننا الآن عبر تغطيتنا هذه، وبعض اللوحات كذلك سقطت وإغلاق تام لبعض الإشارات الضوئية المرورية. دعني هنا ومن خلال من يشاهدنا في هذه اللحظات نوجه رسالة، وهي رسالة إنسانية قبل أن تكون رسالة أخرى. في هذه اللحظات توجد صواعق ورعود وأمطار وازدحام كبير في جميع الشوارع. الدفاع المدني لا يستطيع أن يصل إلى بعض المواقع دون أن تكون الطرق سالكة وعابرة. في هذه الأثناء الطريق المتجه من قريص إلى الشمال يكاد يكون مغلق.
جيد. فضرورة نعم. أن يكون هنالك إتاحة الفرصة لأعمال الإغاثة ولأعمال العون، وللمواطن وللمقيم كذلك دور كبير في هذا الأمر، نرجو أن يكون كذلك في هذا اليوم. نعم. كل الشكر لك ناصر حفتر، مراسلنا كان متواجدا بأحد الشوارع في منطقة الرياض، وكان قبل ذلك كان متواجدا في غرفة عمليات الدفاع المدني، نقل لنا الصورة من خلال اللقاءات المتعددة هنا وهناك. شكرا لك ناصر، سنكون معك أيضا ومع بعض الزملاء المراسلين في أكثر من مكان من العاصمة الرياض لرصد الحدث وكذلك الأضرار التي حصلت بعد هذه العاصفة في الرياض. معنا الآن ينضم إلينا النقيب عبد الله الفاري المتحدث باسم الدفاع المدني في الرياض. أهلا بك نقيب عبد الله، وأحييك إلى هذه النشرة وهذه التغطية الحية للعاصفة التي ضربت الرياض قبل ساعات قليلة. يعني وأنت المتحدث باسم الدفاع المدني في الرياض، نعلم أن هناك بالتأكيد كانت هناك تحذيرات يعني خلال هذا الأسبوع وما مضى من أيام أن الظروف الجوية متقلبة بين الحين والآخر، وهناك يعني يبدو لي الأجواء مهيئة لهطول الأمطار، لكن بهذا الشكل يعني كانت بالتأكيد عاصفة قوية ولم يتوقعها يعني المواطنون والمقيمون. يعني كيف تصف، كيف ترصد ما حدث خلال الساعات القليلة الماضية؟ طبعا بداية بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لما حصل أو الأمطار اللي حصلت، صاحب تحذير من هيئة الأرصاد ممثلة بهيئة الأرصاد عن طريق الدفاع المدني، وذلك حول هطول أمطار رعدية يسبقها نشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية على تقريبا مدينة الرياض وبعض المحافظات التابعة لمنطقة الرياض. طبعا كثافة الأمطار الغزيرة اللي شهدتها شمال وشرق مدينة الرياض صاحب ذلك زخات من البرد، واللي زاد يعني من حجم زيادة العوائق خروج الموظفين، كان وقت خروج الموظفين في هذا الوقت. بعد شهدت كمية هطول أمطار ما بين غزيرة على شمال وشرق الرياض، بالإضافة إلى متوسطة وخفيفة على باقي مدينة الرياض. نعم. عادة نقيب عبد الله يعني في الأنفاق، لا أعلم معي نقيب عبد الله الآن. نعم. في الأنفاق يعني خصوصا فيما يتعلق بالدائرة الشمالي والشرقي، يعني هناك يعني محاولات لرجال الدوريات المرور أن يعني يخرجوا السيارات إلى طريق الخدمة أو يحولوها إلى طريق الخدمة، وعملوا في ذلك يعني أن أزالوا السياج الذي يفصل بين الطريقين. هذه المحاولات طبعا لتفادي الوضع، يعني لأنه هناك بعض الأنفاق ممتلئة ومرتفع منسوب المياه فيها. يعني أعجب أحيانا من أنفاق يعني كهذه، يعني نتحدث أن هناك تصريف للمياه، ونتحدث أن هناك مضخات كبيرة أيضا لشفط المياه في عواصف كهذه أو في أحداث كهذه تمر بها العاصفة. يعني أين المضخات؟ أين مسألة التصريف؟ أين يعني تساؤلات كبيرة يعني. نعم طبعا أتكلم أنا فيما يخص أعمال الدفاع المدني والمهام المناطة به. في مثل هذه الحالات الآن ومثل هذه الأنفاق الآن معقود اللجنة الفورية في غرفة عمليات الدفاع المدني في قلب الحدث، ومن ضمن المندوبين اللي متواجدين الجهات ذات العلاقة في مثل هذه المواقع. طبعا يتم التعامل معها مباشرة عن طريق تمرير المعلومة الفورية والمباشرة الأخوان المندوبين في الفورية والتعامل معها بشكل عام. طبعا بشكل عام أحيانا تحصل أمطار وغزارة أمطار، لكن في كثير من الدول لا نستطيع الحد من حجم الخسائر، لكن نستطيع التقليل من هذه الأضرار. إرادة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. المشاريع اللي صاحبت مدينة الرياض على وجه الخصوص لمسنا ترى في الآونة الأخيرة في التخفيف والتقليل في كثير من المشاكل. أيضا في جانب مهم جدا. طبعا عندما نتكلم أو تتكلم لغة الأرقام ولغة الإحصائيات، نجد أن في الآونة الأخيرة قلت